اسمي عادل غدير، أنا نصف مغربي، والدي مغربي وأمي هولندية. عمري 43 سنة، متزوج، لدي طفلان، وسأخبرك بشهادتي كيف آمنت. خلال شبابي كان والدي حاضرا في بعض الأحيان، لكن في أغلب الأحيان لم يكن هناك، وقد تقلب ذلك قليلا حتى بلغت 12 من عمري، ثم اختفى للأبد. بسبب هذه الصدمة بدأت بتدخين السجائر عندما كنت في 11 من عمري، وبدأت بتدخين الحشيش عندما كنت في 12 من عمري، ومن سن 13 انتهى بي الأمر في عالم الموسيقى المنزلية، وذلك عندما بدأت في تعاطي المخدرات. مبالغ متطرفة، أيام متطرفة. لقد عشت حقا حياة برية جدا. هذه الحياة لم تؤدي إلى شيء، ومنذ عام 1990 اكتفيت منه، ثم شعرت بأنني أريد الخروج. استغرق ذلك مني عاما آخر. لقد كنت متعلقا جدا بالسمعة والمال، لدرجة أنني لم أكن شخصا جيدا على الإطلاق على أقل تقدير. لقد تورطت في المخدرات، سواء في تعاطي المخدرات أو الإتجار بها. ثم جاءت صرخة من داخلي تقول: لقد انتهيت، أريد حياة مختلفة، أريد السلام. ثم جاء إلي صديق أعرفه منذ الطفولة، نشأنا معا. كان يتحدث معي ذات يوم بينما كنت أسير بالخارج، وقد أعطاني دفعة. قال: هل تعتقد أنك متين مع أصدقائك ومع المخدرات ومع الموسيقى المنزلية؟ تلك اللحظة أدهشتني حقا. فكرت: مهلا، ما هذا؟ بدأت بقضاء الوقت معه، ثم بدأت بإبعاد نفسي عن العالم الذي كنت جزءا منه. كنت في منزله كل يوم، وبعد ذلك بدأ يروي لي قصصا عن الله والإيمان وأشياء العالم. ومن هنا بدأ إيماني بطريقة هادئة ودقيقة للغاية، لأنني لم أتعلم أي شيء عن الدين من المنزل. والدي وهو مسلم غادر البلاد عندما كنت صغيرا، وأمي لا تنتمي في الواقع إلى أي دين، بما في ذلك الكاثوليكية. لقد زرع هذا الصديق بذرة الإيمان الأولى بي، ولأنه ناقش الإيمان مع والد صديق لي، عاد والد ذلك الصديق إلى الإيمان. لقد ذهب ذات مرة إلى الكنيسة الخمسينية، لكنه غادر هناك. كنا نجتمع دائما في منزله، ونزرع الحشيش، ونفعل كل أنواع الأشياء السيئة هناك. ودخل الاثنان في مناقشة حول الإيمان، ولهذا السبب غضب باكو حقا، فقال: هذا ليس بصحيح، وهذا غير صحيح. فاشتعلت فيه نار الإيمان مرة أخرى، وانتهى به الأمر إلى أن أصبح هو المفتاح الذي جعلني وبعض الأصدقاء الآخرين نذهب إلى الكنيسة. وقد حدث هذا في الوقت الذي كنت فيه في علاقة، وفي تلك العلاقة لقد انفصلنا بالفعل حوالي 5 مرات. ومن ثم، إلى جانب المشاكل الأخرى التي كنت أواجهها، وصلت إلى النقطة التي انتهيت فيها من الأمر حقا. في وقت ما كان لدي مشبك ورق على معصمي، وكنت أقطعه لأنني اعتقدت أنه إذا تمزق الوريد فمن المحتمل أن يحدث ذلك. ثم سأل عادل: تعال في وقت ما. ثم قلت: حسنا، كما تعلم سآتي معك في وقت ما. لم يعد لدي ما أخسره. ذهبنا مع 4 من الأصدقاء إلى كنيسة أفريقية تدعى دي هيلف في دنبوش. ذهبنا إلى هناك ورأينا الكثير من الناس، فقلت: نعم، حسنا، أيا كان. حتى جلسنا وبدأ الرجل بالحديث. لقد كان الواعظ راعي الكنيسة، وكان هذا الرجل يتحدث عن حياتي. وفكرت كيف يكون ذلك ممكنا. فقلت لباكو: هل ثرثرت عني؟ هل تحدثت عني بشكل سيء؟ هل أعطيته كل هذه المعلومات؟ لكن لا، لم يكن. السبب هو أننا نحن ال4 أتينا إلى هذه الكنيسة للمرة الأولى. أخيرا سأل الكاهن إذا كان هناك أشخاص لديهم مشاكل لا يعتقدون أنهم يستطيعون حلها بأنفسهم، وعما إذا كانوا سيتقدمون. في البداية شعرت بالخجل الشديد، ولكن كان هناك من بكى، وسرعان ما اختفى الخجل. وبعد ذلك رأيت الناس يتقدمون للأمام، وتقدمت أنا أيضا للأمام. كان هناك خط كامل من الناس، ثم مر وصلى من أجل الناس، وسقط بعض الناس إلى الوراء. وفكرت: ما هذا؟ ماذا سيحدث الآن؟ لا أريد أن يحدث هذا لي. وقف باكو خلفي، ثم مر القس وجاء إلي. شعرت بالطاقة، فوضع يده على رأسي وبدأ بالصلاة، وشعرت بالطاقة تأتي فوقي. قلت: واو! فاختفى مني كل البؤس والدموع والألم والحزن. وفي ذلك المساء طلب من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل أن يتقدموا 5 مرات، وتقدمت 5 مرات، وهذا جنون، لأنه في العام السابق انفصلنا أنا وصديقتي آنذاك 5 مرات، وكأن كل ضربة تعرضت لها خلال تلك الفترة تحتاج إلى إصلاح. ثم خرجت وأنا أبكي من الفرح كما يقولون، لأنني دخلت مكسورا وغادرت مرتاحا والدموع تنهمر على خدي. فقلت: هذا يستحق التكرار. في الأسبوع التالي ذهبنا نحن ال4 إلى كنيسة أخرى كان يرتادها. لم يعجبني حقا هناك. كان الأمر على ما يرام،
لكنه لم يعجبني حقا. وفي الأسبوع التالي ذهبنا إلى الكنيسة التي كنت أذهب إليها منذ 22 عاما، ولقد تعلمت الكثير حقا هناك. شهدت الكثير، بنيت الكثير. وعندما ذهبت إلى هناك أعتقد أنه كان يوم سبت، كانت ليلة موسيقية، وأتذكر أنه كان هناك جميع أنواع الأشخاص الذين يتجولون. كانت هناك موسيقى، وكان الأمر ممتعا للغاية. فكرت: هل هم مسيحيون؟ هذا ليس مملا على الإطلاق. فقلت في نفسي: سأبقى هنا، هذا مكان جميل. ولذا كنت أذهب إلى الكنيسة مرة واحدة في الأسبوع. بعد فترة معينة مرتين أو 3 مرات في الأسبوع، لأنه كانت هناك خدمات يوم الأربعاء، خدمتان يوم الأحد، وأمسيات موسيقية يوم السبت. وبعد فترة خرجت للتبشير في الشوارع. بدأت أفعل هذا بعد معموديتي. في البداية لاحظت الكثير، لقد تعلمت الكثير حقا، ورأيت الكثير في هذه الكنيسة. لقد اكتسبت أيضا الكثير من المعرفة حول الكتاب المقدس. إنها كنيسة تؤمن بالكتاب المقدس حقا. لقد أصبح الإنجيل حيا بالنسبة لي حقا. المشاكل التي كنت أواجهها في ذلك الوقت كانت تتعلق بشكل أساسي بصحتي. وفي حالة من اليأس انتقلت أخيرا من دوني بوش إلى إيتنلور حتى أتمكن من البدء من جديد. في هذه المرحلة كنت قد أسست 5 شركات و3 مرات شركة أخرى، ثم عدت للعمل في مكان آخر. في اليوم الثاني من العمل تعرضت لحادث سيارة 200 متر من الدرابزين تحت شاحنة الجانب الأيسر من الطريق العام عند الدرابزين. أدى هذا في النهاية إلى بيع الشقة التي كنت أملكها في دنبوش مع دين متبق. كان لدي أيضا ديون أخرى، وانتهى بي الأمر في توحيد الديون، ثم فتحت لي الأبواب بسبب الأخصائي الاجتماعي الذي رافقنا خلال عملية إعادة هيكلة الديون هذه. ذات يوم سألني إذا كنت أرغب في مساعدته في أنشطته، باعتباري محترفا ذا خبرة، لأنني كنت متطرفا جدا في الطريقة التي عملت معه، لأنني طاردته وقلت: لا تزال هذه الفاتورة غير مدفوعة، ماذا عن ذلك؟ آه. قال: إنما أعانيه الآن عادة لا يحدث أبدا. عادة علينا أن نطارد العملاء وليس العكس. فيقول: هل يمكنني أن أسألك شيئا قبل أن تذهب؟ هل ترغب في دعمي في عملي؟ هكذا أصبحت مدربا للميزانية، وهكذا ظهرت شبكاتي الأولى عندما بدأت بمساعدة الناس. وسرعان ما ظهر دور الأخصائي الاجتماعي. بعد ذلك أدركت أيضا، أعتقد أنني أصبحت مثل يسوع أكثر فأكثر، من خلال كل البؤس الذي مررت به، من خلال كل ما لم يكن لطيفا. لقد تمكنت الآن من تحويل نفسي إلى ثمرة، إلى قوة. وكما يقول بولس أيضا: لأني عندما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. وهكذا انفتحت الأبواب الأولى وأنشأت شبكة. وهنا ظهرت الأفكار الأولى لشركة موزورغ ومؤسسة مونيشا. هاتان منظمتان قمت بتأسيسهما، والآن أساعد العديد من الأشخاص الذين لم يعد لديهم أمل بسبب البؤس والألم أو المرض أو شيء من هذا القبيل. وبعد ذلك أحمل الأمل مرة أخرى مع منظمتي، مع قصتي وشهادتي. لقد كان يسوع دائما محور الاهتمام حتى في أوقات الصرع، وهذا مهم حقا. في مرحلة ما خطر لي بوضوح أنني بحاجة للشفاء أولا، ثم أستطيع القيام بالأشياء، وهذا أصبح حقا انسدادا. لقد أظهر لي الله في مرحلة ما: عندما تتمسك بالشفاء كثيرا يصبح الشفاء نوعا من المعبود الذي يأتي أولا. منذ اللحظة التي بدأت فيها شكر الله على الصرع أدركت مهلا: الله يستحق الشكر. بدأت الأمور تتغير، انفتحت الأبواب، ثم دخلت مرحلة مثل التي تحدثت عنها للتو، حيث انفتحت الأبواب وبدأت الأمور تتغير نحو الأفضل في حياتي. والآن أستطيع أن أقول: شكرا لك على الصرع، لأنه بدونه لن أكون حيث أنا. لم أكن لأحظى بشركة موز أوغ، ولم أكن لأمتلك مؤسسة مونيشا، ولم أكن لأكون متحدثا في كنيستنا إختوس في أيتنلور، أو في كنيستنا المغربية التي لدينا مرة واحدة في الشهر، لأنني أتحدث هناك بانتظام. يتعلق الأمر حقا بالمثابرة، وأن كل ما تمر به يمكن استخدامه من أجل الخير. رومية 8:22. ومهما حدث فالكتاب المقدس أمين دائما. وكذلك نصوص الكتاب المقدس مثل: للصالحين شدائد كثيرة، ولكن الرب ينجيه منها كلها. الصالح يسقط 7 مرات ويقوم. وأنا شاهد حي على ذلك، ومثال حي لذلك. كان بإمكاني أن أستسلم منذ وقت طويل ثم أعيش على الرفاهية ولا أفعل شيئا، ولكن بعد ذلك لم أكن لأحدث فرقا في العالم. والآن أنا مدير موزورغ، لدي شركة مزدهرة تعمل مع أشخاص بعيدين عن سوق العمل وبعيدين عن المجتمع. وأنا سعيد سعيد جدا، لأن الله سمح بكل هذه الأشياء، لأنه هو نفسه لا يأتي بها بل يسمح بها، وأنه استخدمهم للخير ولمجد مملكته،
حتى أستطيع أن أكون شهادة حية لكثير من الناس. أتحدث في الكنائس بانتظام، ويبدو أن الله يفتح المزيد والمزيد من الأبواب، أنني أزور المزيد والمزيد من الأماكن حيث يمكنني مشاركة شيء ما، قصتي وشهادتي، لجلب تلك القوة وذلك الأمل. هذا أيضا شعار شركتي، وهذا ما أدافع عنه حقا. القليل من الأمل يمنح الحياة. يوجد دائما أمل، لذلك نحن نعيش من أمل إلى أمل. هذه هي حياة المسيحي، ليست سهلة دائما ولكن دائما جيدة، ليست بسيطة دائما ولكن دائما عادلة. إن الله صالح دائما حتى عندما لا نراه. إذا نظرنا إلى الوراء فإننا نعلم أنه كان دائما أمرا جيدا. وأستطيع أن أقول بكل اقتناع: نعم، آمين. الآن عندما أرى ما لدي، شكرا لك على البؤس، شكرا لك على حادث السيارة، شكرا لك على الصرع، شكرا لك على جراحة الدماغ التي أجريتها في عام 2016 للتخلص من الصرع، لأن ذلك نجح أيضا. كل هذه الأمور حدثت في نفس الفترة الزمنية، وهذا فقط. من يستطيع أن يتخيل مثل هذا الشيء، أنه من خلال هذا البؤس تصل إلى هدفك؟ لأنه عندما يسير كل شيء على ما يرام دائما، يكون من السهل جدا خدمة الله، أن نؤمن بالله. ولكن بشكل خاص في هذا العالم حيث الأمور تزداد سوءا ومن بؤس إلى بؤس، هذا العالم الذي لا يرى أملا، لأننا عندما ننظر حولنا نرى الكثير من البؤس، من الزلازل في المغرب وتركيا والفيضانات والكوارث وغيرها الكثير. يوجد دائما أمل، وهذا الأمل هو يسوع المسيح، وهذا الله الذي أعبده وسوف ألتزم به. بغض النظر عما يحدث لي لن أستسلم أبدا. لذلك أنا ما أنا عليه بسبب يسوع المسيح. لا تستسلم أبدا، يوجد دائما أمل،